بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم طلاب البحيري. لقائنا دلوقتي مع الحصة الثانية في المراجعة بتاعتنا على الوحدة الأولانية، اللي بنشوف فيها طبعا الدرس بتاعي بعنوان الراعي والإنتاج الحيواني في العالم. السؤال الأولاني بتاعي بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع التصويب. العبارة الأولانية بتقول لي تعتبر الهند أكبر دول العالم في إنتاج اللحوم. طبعا العبارة خاطئة. هي الصين. طبعا الهند رغم إنتاجها الكبير من الأبقار اللي هو 220 مليون راس، إلا أن الديانة الهندوسية تمنع ذبح الإيه ذبح الأبقار. فطبعا عند الصين هي أولى دول العالم إنتاج اللحوم ومعظم الإنتاج من الخنازير. سؤال 2: يتم صيد الحيتان للاستفادة من لحومها وشحومها. طبعا نقول صح. تعد مصر من أكبر دول إنتاجا للألبان في العالم. غلط، هي الهند. معظم الإنتاج السمكي، نصف الإنتاج من العالم تقريبا من المصايد العذبة. لا، هي المصايد المالحة. وإيه الفرق ما بين المصايد العذبة والمصايد المالحة؟ المصايد المالحة اللي بتأتي من المحيطات والبحار والبحيرات المالحة. المصايد العذبة اللي بتيجي من الأنهار والبحيرات العذبة. السؤال الخامس بيقول لي قارة آسيا أولى دول العالم في إنتاج الأبقار وأهم دولها اليابان. طبعا خطأ، ديت أهم دولها الهند. يعتمد الرعي التجاري على الأساليب الحديثة والتخصص في الحيوان. طبعا صح. تقوم صناعة دباغة الجلود على المنتجات الجلدية. صح. تعد دولة الصين والنرويج وتايلاند من الدول الرئيسية في إنتاجها للأسماك. طبعا إجابة صحيحة، وده بسبب طول سواحلها على المحيطات، وطبعا تقدم وسائل الصيد بها. طيب، السؤال التاسع بيقول لي هنا يوجد الرعي البدائي شمال قارتي أوروبا وآسيا في صحاري التندرا الباردة. طبعا صح. يرتبط معظم النشاط الرعوي في قارة أفريقيا بحشائش السافانا والنباتات الصحراوية. طبعا إجابة صحيحة. السؤال الثاني بيقول لي بما تفسر زيادة معدل الاستهلاك العالمي من اللحوم. بيبتلوا أو بناكل لحمة كتير ليه؟ قال لي هنا بسبب ارتفاع مستوى المعيشة في كثير من دول العالم، وبالتالي طبعا عندي بسبب زيادة السكان. بس الأساس عندي هو ارتفاع مستوى مستوى المعيشة. اللحمة ما بقيناش ناكلها لحمة بس، لا، ده بقينا ناكلها لحمة، سوسيس، برجر، مش عارف هوت دوج نحطها، مش عارف في ايه، لحمه بارده، لحمه ساقعه، كل ده. وطبعا هنا الكلام ده قطاع على البيتزا. كل ده بسبب ارتفاع مستوى مستوى المعيشه. طيب، السؤال الثاني: قله اعداد العاملين بحرفه الرعي البدائي بدول وسط اسيا. او كان لتطور الانشطه الاقتصاديه تاثير سلبي على الرعي البدائي في اسيا. دول سؤالين هم اجابتهم واحده ولكن بصيغه مختلفه. طبعا هنا قلة أعداد العاملين بحرفة الرعي البدائي في دول وسط آسيا، هنا بسبب انتشار التعليم بين القبائل أو تغيير النشاط الرعي إلى نشاط الصناعة والزراعة والخدمات. دول وسط آسيا انتشار التعليم، أو تغيير قلنا النشاط الرعي إلى الصناعة والزراعة والخدمات. طب لو قال لي مش دول وسط آسيا بقى، لا، ده في غرب آسيا. طبعا ده اللي هو اللي هو السؤال اللي تحت اهو، اللي هو انخفاض اعداد العاملين في الرعي البدائي في المناطق الجنوبيه الغربيه من قاره اسيا، وهنا ده بسبب توطين البدو وتدفق البترول. السؤال الرابع بما تفسر يسود الرعي التجاري في الولايات المتحده الامريكيه والارجنتين واستراليا. رعي تجاري يعني اعتمادها على الاساليب العلميه وتوفر حشائش السافانا والاستبس. طب ايه الاساليب العلميه يعني يا مستر في حوار الرعي ده، في حوار التربيه؟ لا، ببقى يعني مش حاجه تقليديه، لا، ده اتباع هنا اساليب علميه حديثه في انتاج اكبر عدد، سواء في الاعلاف سواء في انتاج الالبان، كل دوت بيتبع فيه الاساليب العلميه. يعد الرعي التجاري مصدر انتاج رئيسي للثروه الحيوانيه سواء للحوم او الالبان في العالم. هنا قال لي بسبب اعتمادها على الاساليب العلميه الحديثه، تربيه حيوان واحد لانتاج اللحوم، وده هنا التخصص في تربيه حيوان واحد.
كل انواع الحيوانات هنا تربى في مزارع خاصه دون الاختلاط بغيرها. وده طبعا بيديني اولويه في عمليه التربيه الصحيحه، وان انا ابقى براعيها بشكل ايه، بشكل سليم. تربيه الاغنام في مناطق الرعي التجاري، طبعا هنا الاغنام من اجل اللحوم والصوف. مصر بتنتج حوالي 6 مليون طن من الالبان، وطبعا والانتاج لا يكفي السكان، وده بسبب زياده عدد السكان وزياده الاستهلاك. للثروة الحيوانية أهمية كبيرة في العالم، لأنها المصدر الرئيسي لإنتاج اللحوم والألبان والجلود والصوف طبعا، وغيرها من الإيه، من المنتجات. يبقى أهمية الثروة الحيوانية إن هي مصدر أساسي لإنتاج اللحوم، عندي ألبان وجلود وصوف. الصين أولى دول العالم إنتاجا للأغنام، أو الصين والهند واستراليا من أولى الدول إنتاجا للأغنام، هنا بسبب توفر حشائش الإيه، المراعي التي تربى عليها الحيوانات. لو جاي لاستراليا بس، زي هنا السؤال اللي هو رقم 10 أهو، تعتبر استراليا أولى دول العالم إنتاجا للصوف، هنا بسبب تربيتها لأغنام المارينو الشهيرة بغزارة الإيه، بغزارة الصوف. أهمية تربية الدواجن، هنا بتساهم الدواجن في اللي هي اللحوم الحمراء والبيض، وسد احتياجات طبعا الإنسان من غذاء. أهمية العالمية لتربية الدواجن هنا هي سد احتياجات الإنسان من غذاء، وهي بديل للحوم الحمراء. رقم 12، تنتشر مناطق الصيد على سواحل القارات، أو انتشار مصايد الأسماك في سواحل شمال غرب أوروبا وأمريكا الشمالية. هقول له هنا حيث تتوفر العوامل الطبيعية والبشرية اللازمة لصيد الأسماك. وعندي هنا التقاء التيارات البحرية الدافئة مع التيارات الإيه، الباردة. وخلي بالي هنا، هو هنا محدد لي لما يقول لي تنتشر مناطق الصيد على سواحل الغابات. طبعا هنا العوامل الطبيعيه والبشريه اللي احنا هنقولهم كمان شويه، هنا العوامل الطبيعيه والبشريه اللازمه للايه، للصيد. طيب لما يقول لي هنا حدد لي بقى مناطق غرب اوروبا وامريكا ايه، وامريكا الشماليه. طب غرب اوروبا وامريكا الشماليه بيطلوا على ايه؟ قال لي ده بيطلوا على الاثنين، بيطلوا على المحيط الايه، الاطلنطي. بيطلوا الاثنين على المحيط الاطلنطي. فهنا في المنطقه اللي هي فيها أوروبا وفيها أمريكا الشمالية، اللي هي المنطقة المعتدلة الباردة، بتتلقى أو بيلتقي فيها التيارات البحرية الدافئة مع التيارات البحرية الإيه، الباردة. طيب إيه هي العوامل الطبيعية بقى لعملية الصيد؟ قال لي هنا ضحالة المياه الساحلية وغناها بالمواد الإيه، بالمواد الغذائية. ضحالة المياه الساحلية وغناها بالمواد الغذائية. توفر المواني لرسو السفن، وطبعا عندي خاصة في أوروبا اللي هي تعرض السواحل. لو فاكرين في الترم الأولاني، تعرض السواحل يؤدي إلى توفر إيه، المواني الطبيعية. طب إيه العوامل البشرية؟ قال لي توفر الخبرات الفنية والعلمية في تطوير أدوات الصيد، التوسع في تربية الأسماك على أسس علمية، توفر خبرات فنية في صناعة السفن والثلاجات. لأن طبعا هنا لو السفن ما فيهاش ثلاجات، فطبعا هترجع للميناء بسرعه، وده هيختصر لي وقت كبير، وهيمنع لي ان انا اقعد وقت كتير في البحر. انما لو فيها ثلاجات، لا ده انا ممكن اقعد بالشهور موجود جوه البحر، فبالتالي هيديني انتاج ضخم يعني. يبقى هنا العوامل الطبيعيه ضحاله المياه الساحليه، توفر الموانئ لرسوب السفن. العوامل البشريه توفر خبرات فنيه وعلميه، التوسع في تربيه الاسماك على اسس علميه، توفر خبرات علميه وفنيه ايضا في صناعه السفن والثلاجات. بيقول لي هنا الصين اولى دول العالم في انتاج الاسماك، ثلث الانتاج العالمي. طبعا امتلاكها للسواحل، واستخدامها الطرق الحديثه في عمليه الايه، في عمليه الصيد. معظم النشاط الرعي في مصر رعي بدائي. طبعا هنا قله المراعي الطبيعيه اللي موجوده في مصر، طبعا وجود مساحات كبيره من من الصحاري، وعدم الاعتماد على الاساليب العلميه الحديثه. تعد اندونيسيا والولايات المتحده من اهم الدول في انتاج اسماك، طبعا طول سواحلها على كل من البحار والمحيطات، تقدم وسائل الصيد بها. السؤال الثالث اللي هو اجب عما ياتي. عايز هنا طبعا كل سؤال بقى بيديني هو عايز ايه. حدد اهم مناطق انتشار حرفه الصيد. طبعا سواحل امريكا الشماليه والجنوبيه، سواء على المحيطين الهادي والاطلنطي، سواحل شمال وغرب اوروبا على المحيط الاطلنطي، سواحل شرق اسيا على المحيط الهادي. طبعا هنا دول احنا لسه قايلينهم، اللي هم العوامل الطبيعيه والبشريه.
اللازمه لحرفه الصيد، بحاره المياه الساحليه، التقاء التيارات البحريه الدفيئه مع البارده، توفر الموانئ للرسو والسفن، توفر الخبرات الفنيه، تطوير ادوات الصيد في صناعه السفن والثلاجات، والتوسع في تربيه الاسماك على اسس علميه. طيب اكتب ما تشير اليه العباره. عايز كلمه واحده. راعي تمارسه جماعه سكانيه في المناطق الصحراويه. طالما قال لي مناطق صحراويه يبقى راعي بدايه. راعي يمارس في مناطق الحشائش في قارات العالم ويعتمد على الاساليب العلميه الحديثه، ده راعي تجاري. وسيله انتشرت حديثا لزياده الثروه السمكيه. طبعا عندي مزارع سمكيه وهي بتنتج ثلثي انتاج السمكي. المصدر الرئيسي للحوم في غالبيه سكان العالم، طبعا ويدخل بنسبه كبيره في التجاره الدوليه، حوالي 9% تقريبا من التجاره الدوليه، وهي الابقار. تمثل غذاء رئيسي لكثير من سكان العالم. في المناطق الساحليه طبعا عندي الاسماك. الجمل ديت هي جملة فيها كلمة غلط. هصححها يعني. هنا بيقول لي تعد قارة ايه أولى قارات العالم إنتاجا للأبقار. عندي قارة آسيا، فيها الهند 220 مليون راس. الهند أولى الدول المنتجة للصوف. طبعا عندي هنا أستراليا. آه، البرازيل المركز الأول في إنتاج الدواجن. طبعا لا، ده هي الولايات المتحدة عندي المركز الأول في إنتاج الدواجن. السؤال الرابع. الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في إنتاج الأسماك. لا، ديت الصين بسبب طول سواحلها. عندي الرعي البدائي، خاصة هنا في مناطق الحشائش القصيرة اللي هي البراري، موجودة في أمريكا الشمالية. ده بدل رعي هنا بدائي، أقول له لا، ده راعي تجاري. وهنا الحشائش القصيرة اللي هي الاستبس التي تعرف في أمريكا الشمالية باسم البراري. تعتبر ماليزيا ثاني دول العالم انتاجا للصوف. لا، مش ماليزيا، هي الصين. طب ما الاولى دول العالم ايه؟ قلنا استراليا. تمام، مع ان الصين هي اولى الدول انتاجا للاغنام. انما استراليا هي اولى الدول انتاجا للصوف، طبعا زي ما قلنا ان هي وجود اغنام المارينو غزيره الصوف. السؤال السادس. هنا بيقول لي يسود الرعي التجاري في دولة. الرعي التجاري طبعا في أمريكا الجنوبية عندي دولة الأرجنتين. هنا الصين أولى دول العالم إنتاجا للحوم، معظمها من لحوم الخنازير. ترتبط تربيتها بالمراعي التجارية الواسعة بديت الأغنام. تمام. طبعا هنا تحتل دولة المركز الأول في إنتاج اللحوم الحمراء والأسماك مع الصين. يعد المنتج الثاني طبعا للثروة الحيوانية الألبان. 6. يربى حيوان في مناطق الرعي البدائي بإقليم التندرا. عندي طبعا حيوان الرنة. تعد الصين من أكبر الدول في تربية الأغنام. تحتل قارة مركز ثاني في إنتاج الأبقار أمريكا الجنوبية، طبعا بعد قارة آسيا. الرعي البدائي في صحاري شمال قارة أفريقيا. آه، ثاني دول إنتاجا للحوم الولايات المتحدة الأمريكية. عندي أولى الدول الصين. يأتي نصف الإنتاج السمكي في العالم من مياه البحار والمحيطات. تخلو قارة أفريقيا من حرفة الرعي الحيوان، طبعا هنا الرنة. إنما الأغنام موجودة في حشائش الاستبس المعتدلة أو السافانا اللي هي الحارة، والإبل طبعا مراعي اللي هي الصحراوية. تتركز تربية الأبقار في قارة آسيا في الجزء الجنوبي. طبعا هنا الجزء الجنوبي اللي هو مقصود به الهند، لأن الهند بتنتج حوالي 220 مليون راس. عندي توجد أكبر دولة مربية للأغنام في العالم القديم. طبعا عندي اللي هي الجزء الشرقي طبعا، اللي هي الصين. السؤال بعد كده، ما النتائج؟ زي ما قلنا، ما النتائج بجاوب عليها ادى الى عشان ما تلخبطش. فبيقول لي هنا انتشار حشائش السافانا والاستبس في معظم قارات العالم. قال لي هنا النتيجه المترتبه عليها ادى الى قيام النشاط الرعوي، واصبحت هذه المناطق مصدر رئيسي للثروه الحيوانيه في العالم. اكتشاف البترول وتوطين البدو في شبه الجزيرة العربية أدى إلى تناقص أعداد البدو الرحل. انتشار التعليم في دول وسط آسيا، أيضا تناقص أعداد البدو. توفر حشائش في قارة أستراليا، قال لي أصبحت ثالث دولة في العالم في إنتاج الأغنام. تمتع الصين بسواحل طويلة على البحار والمحيطات، أصبحت أولى دول العالم إنتاجا للأسماك، تلك الإنتاج العالمي. طبعا هنا طالما السواحل فقط، فأنا هنا بتكلم على على الأسماك. انما هنا وجود اغنام المارينو ده لو انا بتكلم على الصوف.
ده بالنسبه لاستراليا. ففي هنا سؤال متشال اللي هو تعتبر استراليا آم، هنا وجود اغنام ما النتائج مترتبه على وجود اغنام المارينو في استراليا. قال لي هنا اصبحت استراليا اولى دول العالم في انتاج الصوف، لان هنا اغنام المارينو هي اغنام غنيه بالصوف. تمام. الاهتمام بالموارد الحيوانيه اللي موجوده في العالم قال لي ادى الى توفير احتياجات السكان من اللحوم والالبان والمنتجات الجلديه. السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال الثامن بيقول لي ما العلاقه، وقلنا احنا هنا ما العلاقه هيقول لي النتيجه او سبب. فايه العلاقه ما بين ظهور البترول في شبه جزيره عربيه وحرفه الرعي التقليدي؟ قال لي ادى ظهور البترول الى قيام البدو بترك حرفه الرعي والعمل بحرفه استخراج البترول. توطين البدو في مناطق استخراج البترول، برضه هنا اهو ظهور البترول وحرفه الرعي الايه التقليدي. طيب ايه العلاقه ما بين انتشار التعليم في وسط اسيا والرعي البدائي؟ هقول له ادى انتشار التعليم الى تغيير نشاط الرعي الى الصناعه والزراعه والخدمات، وطبعا ادى ذلك الى قله عدد العاملين بحرفه الرعي البدائي في دول وسط اسيا. طيب زياده انتاج الاسماك والتطور التكنولوجي، قال لي هنا زاد انتاج الاسماك مع استخدام الاساليب المتطوره في الصيد وتعليم الاسماك. مناطق الحشائش وتنوع النشاط الرعوي في العالم، قال لي هنا انتشار الرعي البدائي في مناطق صحراوية. آه، ينتشر الرعي التجاري في مناطق حشائش الاستبس والسافانا. الثروة السمكية والتيارات المائية، قال لي هنا طبعا التقاء التيارات المائية الباردة مع الدافئة أدى إلى زيادة كميات الأسماك في هذه المنطقة. ضحالة المياه والإنتاج، أيضا تجمع الأسماك في هذه المياه طبعا او غنى المياه الضحله بالمواد الغذائيه للاسماك ادى الى زياده الثروه السمكيه. ماذا يحدث اذا؟ ماذا يحدث ده بجاوب عليه. ما النتائج واقلبها. تمام، اعكسها اقول له عنها. فهنا تناقص مساحه المراعي في العالم. ماشي، اقول له ايه ادى الى قله الثروه الحيوانيه اللي موجوده في العالم. مفيش مراعي يبقى الثروه الحيوانيه قليله. لو كانت هناك لا، ماذا يحدث اذا كانت هناك مراعي طبيعيه واسعه في العالم؟ قال لي هنا زيادة الثروة السمكية خاصة هنا في مصر بقى. في مصر، وأصبحت مصر من الدول المصدرة للثروة الإيه الحيوانية. طبعا ما شاء الله عندنا الحمد لله إن الثروة الحيوانية عندنا اللحوم بتزيد ولا بتقل؟ ثمنها بيعمل إيه؟ ثمنها بيقل طبعا أكيد، وإحنا برضه بيقل مش لاقي. طيب لو لم تتوفر الحشائش الطبيعية في استراليا، حشائش الطبيعية طبعا هنا استراليا لم تصبح استراليا ثالث دول العالم انتاجا للاغنام، او لم تصبح كاولى الدول انتاجا للايه للصوف. يبقى هنا لو لم تتوفر الحشائش الطبيعيه في استراليا مش هتتربى فيها الايه الاغنام، وبالتالي الاغنام اللي موجوده في استراليا هي اغنام المارينو الغنيه بالصوف، فلم تصبح اولى دول العالم انتاجا للايه انتاجا للصوف. السؤال العاشر دلل على صحة هذه العبارة. للرعي التجاري عدة مميزات. قال لي الأول بيعتمد على التخصص الحيواني سواء ألبان أو لحوم. يهدف إلى إنتاج ضخم تصدير للخارج. كل نوع حيوان له مزارع خاصة به يعتمد على الأساليب العلمية الحديثة. دلل سيطرة قارة آسيا على إنتاج الثروة الحيوانية. هي أولى قارات في الأغنام بالصين، أولى قارات للأبقار الهند، أولى قارات في إنتاج اللحوم والألبان طبعا الصين والإيه والهند. السؤال اللي بعد كده بيقول لي إيه رأيك؟ كيف يمكن لمصر الاستفادة من مصايدها المنتشرة على البحرين الأحمر والمتوسط؟ هقول له هنا طبعا يعني لازم أقول له ده رأيي جميل، وان هم اوافق على هذا الراي. لان مصر يجب ان تستفيد من سواحلها على البحرين الاحمر والمتوسط، فيجب ان تقوم مصر باستخدام النظم الحديثه في الصيد وتطوير ادواته. ان مصر تستخدم السفن اللي هي اللي بيها ثلاجات لحفظ الاسماك. ان يجب على مصر ان تطور صناعه تعليب الاسماك. طيب ايه الصعوبات اللي تواجهها العديد من الدول العربية لممارسة الرعي التجاري؟ طبعا عندي هنا قلة المراعي الطبيعية، قلة أعداد العاملين في
الرعي بسبب توطن البدو والعمل في البترول. السؤال اللي موجود عندي وهو الرعي، قارن ما بين الرعي البدائي والرعي التجاري. ايه المقصود هنا؟ عند الرعي البدائي رعي يمارسه سكان المناطق الصحراويه في مساحات واسعه من القارات. طبعا الصحاري الحاره في اسيا زي شبه الجزيره العربيه وبلديه الشام. عند الصحاري المعتدله دول وسط اسيا في شمال افريقيا وصحاري التندرا. الرعي التجاري رعي يمارس في المناطق حشائش اللي موجوده في العالم، سواء الحاره اللي هي السافانا او المعتدله اللي هي الاستبس، موجوده في امريكا الشماليه وتسمى البراري، وامريكا الجنوبيه في الارجنتين، طبعا الشماليه في الولايات المتحده الامريكيه واستراليا. هنقارن ما بين الاغنام والابقار. الاغنام بتربى من اجل اللحوم والصوف، عندي استراليا والصين والهند. الابقار مصدر غذائي رئيسي لغالبيه سكان العالم، طبعا يدخل نسبه كبيره فيها في التجاره الدوليه، قلنا 9%. هنلاقي هنا امريكا، هنلاقي طبعا الابقار اولى القارات اسيا، ماشي، هنلاقي الهند، هنلاقي امريكا الجنوبيه، وهنلاقي طبعا في افريقيا. طيب هنا نقارن ما بين لحوم الحيوانات والالبان من حيث الاهميه. اللحوم هي المنتج الرئيسي للحيوانات، والالبان المنتج الثاني للثروه الحيوانيه. بالنسبه للحيوانات هلاقي طبعا هنا الصين وبعديها الولايات المتحده الامريكيه، والالبان الاقي الهند وبعديها الولايات المتحده الامريكيه. طيب كده كده يا شباب، احنا خلصنا الدرس الثاني، رجعنا عليه، عرفنا اهم الاسئله اللي موجوده عندي بالنسبه للدرس الثاني اللي هو الرعي والانتاج الحيواني في العالم. طبعا بشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله.